ازيكم عاملين ايه؟ انا ايزيس. اهلا بيكم. انتوا اول مره تشوفوني، اهلا بيكم برضه. انتوا دايما بتشوفوني في الفيديو ده. جمعت لكم اكتر حاجات انا بستخدمها الفتره دي. من ضمنها حاجات هي بستخدمها لما بحس ان انا قعدت اجرب في منتجات كتير الفتره اللي فاتت وشعري مثلا باظ واتبهدل، لان شعري هو اكتر حاجه متاثره تماما اليومين دول. جربت اكتر من برودكت جداد وبجد طلعوا وحشين قوي، وفي منهم حاجات كده اللي هو هيشت لي شعري، فبرجع بقى الحق نفسي بالحاجات اللي انا بحبها. وفي حاجات كمان للبشره وحاجات كده وللجسم وبتاع. فلو انتوا مهتمين هقول لكم كل الحاجات اللي انا بحب استخدمها الفتره دي، ويلا بينا نبتدي. حاسه ان انا كررت الجمل 100 مره، مش عارفه ليه. ما علينا، خلينا نبدا بحاجات الشعر. الفتره الاخيره كنت بجرب كام ليف ان للشعر، بهدلوا شعري، خلوا شعري ده بقى مقشة. انا لو قلت لكم، يعني لو حطيتوا ايديكم على شعري كده ومهما شرحت لكم انتوا مش متخيلين ازاي الموضوع صعب، كمان مع الحر والرطوبه، مع الليف ان السيء اللي كنت بستخدمه ده. الموضوع كان وحش قوي، وانا عامله لكم اصلا فيديو كامل على موضوع الليف ان بكل الحاجات اللي استخدمتها، ابقوا شوفوه. برجع بقى دايما للي بينقذ شعري لما بحس ان الموضوع بهوأ، يعني بتاع دوف. دوف اللي هو بيوتيفول كيرلز ده تحفه تحفه تحفه. هو بيرطب ترطيب زياده عن اللزوم، لدرجه ان انا في الايام العاديه ما بحبش استخدمه، عشان بحس ان من كتر ما شعري مترطب هو الكيرلي مش ثابت. لكن في الوقت اللي انا فيه ده عايزه انقذ شعري باي طريقه، بقيت ارجع استخدمه بحيث ان هو يرجع شعري تاني لطبيعته ويرجع بشكل كويس. فده بصراحه بيسعفني، فانا ارشح لكم ان انتوا تجيبوه لو انتوا نفس طبيعه شعري، لو حسيتوا ان في فتره بتعدوا بيها شعركم مبهدل. من حاجات الشعر برضو زي ما قلت لكم، استخدمت كميه حاجات خلت شعري حتى وانا بغسله انا حاسه بيه هيتقصف. فبستخدم الماسك بتاع الشعر بتاع درماكتيف. هو للاسف قليل جدا، يعني هو ما بيكفيش معايا كام مره وبيخلص اصلا، فبحب استخدمه في الاوقات اللي انا شعري محتاج فيها ان انا انقذه. بقاله فتره كبيره قوي مش مترطب، فرجعت تاني استخدم الدرماكتيف، وخلاص هو فاضل فيه مره كمان وساعتها هيخلص واضطر اجيب بقى واحد تاني. او ممكن اجرب بقى حاجات جديده بحيث ان انا محتاجه اجرب حاجات جديده. السيرم اللي انا بحب استخدمه الفتره دي طبعا بلتزم بيه بالليل، بس هو الريتينول سيرم بتاع لاروش بوزي. خطير، وانا استخدمت حاجات كتيره قوي مصريه وبصراحه مفيش حاجه كانت زي ده بنستخدمه بالليل وهو افكتيف جدا جدا. انا فعلا حسيت بتحسن في شكل الخطوط. ما اقدرش، ما هو ما بيعالجش، يعني ما اقدرش اقولك روحي اشتريه عشان تعالجي، ولكن هو لو عندك خطوط فعلا ظاهره بيحسن قوي 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 من شكلها، سواء بقى ال 111 السمايل لاينز. جوده الكواليتي، يعني الكواليتي بتاعت البشره عموما بتتحسن. حبيته قوي بصراحه، بس خدوا بالكم ان هو تقيل مش خفيف. لو بشرتك دهنيه استخدميه يوم بعد يوم، ولو بشرتك حساسه على فكره يبقى مناسب معاكي جدا، فما تقلقيش منه. من الحاجات اللي انا انصحك بيها كمان، خصوصا لو سنك كمان كسر ال30، اللي هو كل ما سنك بيكبر اكتر، لا هاتيه، هو فعلا حلو. اللي متابعني هيبقى عارف انا ازاي حواجبي كانت متدمره الفتره اللي فاتت، وانفينيتي اللي هو بتاع السيرم بتاع الحواجب لا نفع معايا قوي. انا في ظرف اسبوع مثلا ده بقى شكل حواجبي. طبعا انا لسه ما طلعتش 100%، بس هو سرعها جدا، واللي متابعني من بدري هيبقى عارف ان حواجبي كانت فاضيه ازاي. فلا ده حبيته. كنت عامله لكم فيديو كامل برضو بقارن فيه ما بين كل انواع سيرمز الرموش والحواجب والضوافر وكل حاجه، يبقوا شوفوه لو انتوا عايزين تكرروا حاجه معينه. ده بالنسبه لي كان حلو بصراحه، وما بيوقعش على فكره الرموش بعد ما بتطلع. هو اصلا البيس بتاعه زيوت اكتر، فهو كانك بتحطي زيوت مع اضافه شويه منتجات تانية يعني. الحاجة اللي بعد كده هو الغسول بتاع ترنديفا، الميلكي كلينزر بتاعهم. بحب استخدمه يوميا حرفيا. وبستخدمه لبشرتي وبستخدمه لجسمي كمان. هو ما بينضفش الزيوت الزيادة، يعني لو بشرتك راجعة من بره ووشك مليان زيوت، لا بنضف المكياج، بنضف الزيوت وكل حاجة، وبستخدمه بس عشان التفتيح. خطير 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 بجد، من الحاجات اللي انا بحبها قوي، وبلاقي نفسي ما بستخدمش غيره الفترة دي. بستخدم بقى الفترة دي للتفتيح لجسمي. بستخدم الانفينيتي مع البودي ميلك. بستخدم الانفينيتي على الركب وعلى الاكواع ومنطقة الاندر ارم، وساعات كمان بستخدمه على وشي.
خفيف ولطيف وعاجبني، بس هو عايز حد ما عندوش غمقان قوي قوي، يعني اللي هو كنوع من العنايه اليوميه عشان احنا في الصيف، فانا عامله حسابي ان انا هتعرض للشمس، فلا انا بامن نفسي من الاول وبستخدم كل حاجه تظبط معايا الدنيا. وكمان وانا بعمل الليزر بتاع الاندر ارم بستخدم بتاع انفينيتي، بيدي ترطيب خفيف اللي هو ما يخلينيش احس ان انا عرقانه ولا مزيته، وفي نفس الوقت بيفتح وقايه اصلا من ان انا اغمق من الاول. فده انا حباه قوي، عامله لكم فيديو كامل برضو عن العنايه بمنطقه الاندر ارم، لو تعملي ليزر ابقوا شوفوه. بستخدم كمان البودي ميلك بتاع ديرماكتيف، وديرماكتيف ما بيجيبش نتيجه من اول مره، ده انت عايزه تخلصي علبه واثنين وثلاثه، بس انا بحب استخدمه عشان خاطر انا عايزه جسمي يبقى عامه انا عامله اللي عليا، فاهمين؟ اللي هو انا بستخدمه يعني بحط الاول الانفينيتي على المناطق المعينه، زي ما قلت لكم المناطق اللي هي الاندر ارم، اكواع، ركب وبتاع، وده بقى بستخدمه على جسمي كله تحفه يعني. وعلى فكره الانفينيتي كمان ينفع لمنطقه البكيني عادي جدا، فده مرتاحه عليه قوي، قرب يخلص اصلا وعايزه ابقى اشتري منه تاني. بستخدم كمان قوي البرايفت اللي هي دي شكلها، دي بتبقى باد طويله كده، وريتها لكم كلمتكم عليها كتير قبل كده. دي بستخدمها في اول يوم في البيريد اللي هي لسه مش متاكده هي جايه ولا لا، واخر يومين في البيريد اللي هي بتبقى خلاص هي بتخلص بس عماله بتنقط، فما بقدرش استحمل واحده تكون اللي هي الطبيعيه بتاعه الايام العاديه، فبروح لدي لانها بتبقى خفيفه ولطيفه وصغننه كده، الواحد ما بيحسش بيها وهو لابسها، بحبها قوي. ماي جو تو سان سكرين بقى اللي انا بستخدمه طول الوقت الفتره دي، الالتسوا، تحفه تحفه تحفه. البشره بتمتصه حلو جدا، في نفس الوقت بيديني الترطيب اللي انا عايزاه، حلو بالمكياج وحلو من غير مكياج. في منه الهايدريتنج وفي منه الانتي ايجينج، هاتوا منه اللي انتوا عايزينه، الاثنين في الاخر وفي الاول هما دراي تاتش، يعني الفينش بتاعهم دراي، ففي نفس الوقت لا هم حلوين يعني، بجد حبيته قوي وما بستخدمش غيره اصلا الفتره دي. بستخدم قوي قوي بقى النيل ارت اكسبريس دراي دروبس، اللي هي الدراي دروبس بتاعت اسنس ده. بصي بتحطي مونيكير عشان اللي عايزاه ينشف اسرع من غير بقى ما تجيبي حاجات زي الاجهزه اللي بتقعد تنور دي وتنشف وبتاع ويبقى في السريع، بتحطي دروب كده صغننه بتلاقي خلاص هو نشف، كل حاجه بقت تمام، فبينجز معايا قوي. وللامانه انا ما جربتش اي حاجه زي كده غيره، ممكن يكون في حاجات احسن منه في السوق وانا اللي ما جربتش غير ده، بس انا ده مريحني يعني، مش حاسه ان انا متضايقه منه خالص، وكان ب 100 جنيه كنت جايباه من على نون. الحاجه اللي بعد كده الليب بالم بتاعت سيلت، من الحاجات اللي انا بحبها قوي 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 دي. لما بتحطيها لو حطيتي منها ثين لاير كده اللي هي خفيفه، الشفايف ممكن تمتصها جامد قوي، فتحسي انها ما كانتش كفايه لو انت عايزاها عشان تعالجي، لا حطي منها ثيك لاير، حطي منها طبقه سميكه يعني، ونامي بيها بالليل هتصحي الصبح الدنيا تمام. وبحب استخدمها كمان قبل اي ليبستيك، بحب استخدمها في الترطيب عموما، كميتها كويسه جدا، فيها هيلورونيك اسيد، فلو انت من الناس اللي عندك خطوط في شفايفك بتدي احساس ان الخطوط فعلا ممليه، بس لو اتشالت يعني من على الشفايف او يعني خلاص اللي هو بطلتي تستخدميها مش هتعمل نفس النتيجه، بس هي طول ما انت بتستخدميها هتحسي ان شفايفك في فرق وانها حلوه فعلا. دي كده كل الحاجات اللي انا بستخدمها الفتره الاخيره والمستمريه عليهم قوي يعني. طبعا كل فتره بحتاج ان انا اجرب منتجات جديده، فعلى ما بجرب المنتج بلاقي بقى اللي بيطلع وحش ويبهدل لي الدنيا، اللي بلاقي ان هو محتاجه افصل بيه بمنتج تاني في النص، يعني قصه طويله كده. فدي كل الحاجات، يرجو يكون الفيديو عجبكم واشوفكم الفيديو الجاي.